قررت أعمل حاجة حلوة من الدقيق الحبة الكاملة وفي 5 دقايق بس. طعمها وهمي. ومعاكم سيمونة ودوسوا لايك. هنزل بكوباية من الدقيق الحبة الكاملة، وطبعا الوصفة دي تنفع للدايت. عليهم 2 معلقة كبيرة من العسل النحل، عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، وحوالي نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنحط 2 معلقة كبيرة من الزيت. وبعد كده نحضر معانا ربع كوباية من المية الدافية وننزل بيهم على الخليط ده كله ونقلب. مفيش اسهل من كده وانتي بتحضري غدا جنب كده تعملي الوصفة الحلوة دي، ما بتاخدش اي وقت. زي ما انتوا شايفين كده العجينة طرية ولينة، وكل ده بالتقليب بالمعلقة، مفيش اي مجهود. هتبداي تفرديها كده على اي حاجة عندك، وبأي قطاعة او كوباية كده زي ما انتوا شايفين. هنعمل دواير هتطلع لنا احلى قرص، طعمها مسكر ومعسل، مش محتاجة حاجة جنبها بجد. وطبعا تنفع للدايت. هنا مارك طبعا عايز يعمل الدايرة، وطبعا بيحاول يعمل معايا وانا اقوله تتعمل كده، مش عارف يضغط قوي، وعمل حبة دواير معايا برضو. طبعا حطيناهم كلهم في صينية مدهونة زيت، ونبدأ كده نعمل لها اي شكل. حطيت بقى بالشوكة كده عملت لها شكل في الفرن على 180 درجة لمدة 10 دقايق. بصوا بقى الجمال. طبعا ممكن تسيبيها كده بجد طرية وجميلة، وممكن تحشيها بقى هنا زي ما انتوا شايفين مربى، تحشيها نوتيلا، وممكن كمان من غير حشو خالص. هي طعمها مسكر قوي وطعمها حلو جدا. ممكن تحطي عليها اي صوص من فوق، صوص شوكولاتة، اي صوص، بجد طعمها تحفة يجنن. لو عجبتكم الوصفة لايك وشير، واحفظوا الوصفة عشان هترجعوا لها تاني. ما تنسوش تتابعوني، وكومنت حلو منكم هيفرق معايا.